هناك غليان في النادي الاهلي. اه والله غليان، ما زال توابع زلزال القمه يضرب النادي الاهلي. ده كلام ممكن ما يعجبش الناس، بس ده انا بقول لحضراتكم، والدليل على هذا الكلام ان اداره النادي الاهلي قررت معاقبه لاعبي النادي الاهلي. عاقبه لاعبي النادي الاهلي كام؟ بالخصم من مستحقاتهم الماليه 20% او رواتبهم الشهريه، سميها زي ما تسميها، بس هناك غرامات تم توقيعها على لاعبي النادي الاهلي. طب ايه رده الفعل؟ ده اللي هقوله الجديد لحضراتكم. لاعبي النادي الاهلي عندهم حاله من الغضب الشديد على اعتبار ان مباراه القمه انتهت بالتعادل ولم تنتهي بالهزيمه، لكن اداره النادي الاهلي رات ان اللاعبين لم يعني يقدموا العرض المطلوب منهم او المنتظر منهم، وان الزمالك كان الافضل والاحسن والاقرب الى الفوز، والهدف اللي كمان اللي سجله بنتايك بعد 40 تمريره، ودي عامله شياط كبير جدا في النادي الاهلي. فهناك غرامات تم توقيعها على لاعبي النادي الاهلي، ولاعبي الاهلي يشعرون بالغضب، حاله من الغليان عند النادي الاهلي. وما زالت مهمه البحث على مدير فني مستمر. كروش اتقال ان هو خلاص ده مدرب منتخبات ولا يمكن يجي يدرب النادي الاهلي. هل هنلاقي اسماء جديده؟ ممكن الساعات اللي جايه نلاقي اسماء جديده خاصه. وهناك من ينتمي للنادي الاهلي بدا يلمح برحيل كولر، ولما طلعت وقلت رحيل كولر بناء على المعلومات اللي جايه، المسؤولين في الاهلي بينتقدوا كولر. هناك خناقات كمان كولر مع الاداره، خناقات كتيره، خناقات عايز مدير كوره، لا مش عايز مدير كوره، عقاب امام عاشور، لا مش عقاب امام عاشور، مش عايز يوسف ايمن، مش عايز احمد عبد القادر، مش عايز لعيبه كتير التعارض، يقول لك انا مش عايزهم. فهناك حاله من الصدام بين الاداره وبين كولر، فعشان كده كولر الاداره ترى انه رحيل كولر ده مهم. وكنت النهارده كابتن خالد الغندور طالع ان انا قايل ان انا هبقى اغنى نادي في العالم. الزمالك هيبقى عنده 100 مليار و20 مليار و10 مليار، ومفروض انه هيبقى اغنى نادي في العالم. طب انا اغنى نادي في العالم ولا انا بفكر استدين لمده سنتين ثلاثه جايين؟ طب فين مشروع الارض الجديده بتاع اكتوبر اللي تم الاعلان عنه؟ فين الاستاد اللي اتقال ان الزمالك عنده استاد كبير؟ يا جماعه احنا مش عايزين بس نضلل الناس معانا، الحقيقه ان الواقع المالي في نادي الزمالك مؤلم جدا. القرض ده عايزه المجلس يعمل بيه ايه؟ اولا ده عشان وفاء بالتزامات ماليه حاليه. يعني مش انت هتحط مثلا في الخزنه وهتقعد تصرف 5 سنين، لا ده ممكن 5 6 شهور ما يبقاش عندك منه جنيه. 5 6 شهور، لان ال 750 جنيه المليون جنيه هيروحوا في ايه؟ هيروحوا تجديد عقد زيزو، تجديد عقود اللاعبين اللي عليهم تجديد، عبد الله السعيد والونش وعمر جابر ودونجا، اعتقد 4 5 6 لاعبين عندهم تجديد عقود. الزمالك مفروض انه يبدا يجدد فيهم فورا. خلاص. عندي تعديل عقود محمد السيد وحسام عبد المجيد. عندي تفعيل عقد الشراء بتاع محمود بن طايق من النادي الفرنسي سانت تيان. عندي التزامات عند لاعبين تانيين زي جفالي وزي اللعيب مصدق الجديد برغم انها مبالغ قليله لانديتهم. عندي المستحقات بتاعت اللاعبين الشهريه المتاخره. عندي مقدمات عقود الموسم الجديد متاخره. عندي بقى التجهيز لميركاتو الصيف اللي جاي. هي دي الفتره الزمنيه اللي حضرتك هتخلص فيها الشهرين 3 المليار الا ربع، وهتقعد تاني تدور على فلوس. احنا عايزين حلول. انا على فكره انا كواحد من الناس انا مش هسدد القرض، هات قرض، انا سهل على قلبي جدا، هات القرض وجدد زيزو، هات القرض وقعد لي بن طايق، هات القرض وهات لي 2 3 لعيبه تاني، مش فارق معايا، ماليش دعوه. لكن نادي الزمالك بتاع كل الناس حتى بتاع جماهيره، الناس عايزه تطمن على مستقبل النادي، ومستقبل النادي مش هيبقى احسن حاجه وانا كل يوم بستدين. طيب خلصنا المليار الا ربع، طيب السنه الجايه زي دلوقتي ممكن اكون بعمل ايه؟